هدي يا عبدو، هدي هدي يا عبدو، هدي. جملة اتقالت بصوت خافت، شبه همسة. كنت عارف إن الصوت ده طالع من جوايا، من جوز عيون حمرا، من قلة النوم. بصيت في الساعة، كانت بتشاور على الساعة 2 بعد نص الليل. عيني كانت بتغمض وبتفتح بالعافية، بس كنت بحاول أفتحها بكل قوتي عشان أشوف الطريق. كنت جاي من السويس، محمل حمولة تقيلة من الرملة والزلط. كنت فاضل لي 50 كيلو بس عشان أوصل للقاهرة. كان نفسي أوصل بأي طريقة عشان آخد يومين أجازة أرتاح فيهم، بس كان لازم أركز. الطريق ده كله ملفات ومنحنيات، والترعة اللي على الشمال كانت خطر جدا. أي غلطة، أي هفوة، كنت ممكن أقع في الترعة. عشان كده كنت بحاول أركز، بس للأسف التركيز كان بيخوني. فجأة حسيت إن العربية بتتهز يمين وشمال لوحدها. بصيت على إيدي اللي ماسكة الدركسيون، لقيتها بتترعش، ومرة واحدة حسيت بدوخة شديدة وعيني زغللي، وكأني شايف الطريق بيدور بيا. بصيت في المراية في الجنب، لقيت واحد قاعد على الكرسي اللي ورايا، بيبتسم ابتسامة غريبة ولابس طاقية سودا. اتخضيت بس كملت سواقة. رجعت بصيت في المراية تاني، ما لقيتش حد. وانا بخرف ولا ايه؟ يمكن قلة النوم، يمكن تعب الشغل. بعد حوالي نص ساعة كنت تعبان جدا. قررت اقف في اقرب قهوة عشان ارتاح، محتاج ارتاح شوية. اول ما شفت القهوة حسيت انها ملازم، حسيت انها النجاة من الطريق المظلم. كانت قهوة صغيرة، كانت اليافطة بتاعتها منورة كده بلون أصفر خافت، وفيها بوفيه قديم قوي بيعمل شاي وقهوة على الفحم. وقفت التريلا على جنب ونزلت منها. حسيت إن رجلي مش على الأرض. دخلت القهوة، وكان فيها حوالي 5 رجالة قاعدين على مقاعد خشبية، كلهم بيشربوا شاي. وقعدت على الكرسي في آخر القهوة وطلبت قهوة. والراجل اللي طلبت منه القهوة كان شكله عجوز ومرهق. الراجل العجوز ده اسمه عم حسن. الراجل ده بص فيا وكأنه بيبص في حاجة غريبة. عم حسن كان قاعد على كرسي الخشب، بيبص على الطريق المظلم وبيتنهد. لاحظت نظرة عم حسن الغريبة وسألته: هو في حاجة يا عم حسن؟ لقيت عم حسن برد عليا: لا يا ابني، بس انت شكلك تعبان. انت جاي من السويس صح؟ فرديت عليه قلت له: اه انا جاي من السويس، انت ازاي عرفت؟ لقيته ابتسم ابتسامة باهتة، لقيته بيقول لي: الترعة دي يا ابني ليها اسرار. ما كنتش فهمت، سكت. لقيت عم حسن بيكمل، لقيته بيقول لي: زمان كان في شاحنة زي شاحنتك دي بالظبط، بس كانت شايلة اسمنت. السواق كان اسمه احمد، كان زي حالاتك كده، تعبان ومرهق. كان راجع برضه من السويس. واحمد ده كان معاه عيل صغير اسمه سعيد، كان نفسه يوصل عشان يفرح ابنه، بس حصلت له حادثة والشاحنة بتاعته دي اتقلبت بيه في الترعة. الناس بيقولوا ان لسه صوت احمد وسعيد بيتسمعوا لحد دلوقتي في الليل، بيبصوا على السواقين اللي بيعدوا من هنا. ابتسمت كده بتهكم: يخرب بيت خيالك يا عم حسن، انت بتخوفني ولا ايه؟ لا يا ابني، انا مش بخوفك، انا بحذرك، بس خلي بالك من نفسك، الطريق هنا مش سهل. سبته ومشيت، ورجعت اقعد مكاني على الكرسي الخشب بتاعي، وقعدت اشرب في القهوة بسرعة. طلعت حسبت عم حسن وجريت على العربية بتاعتي، وانا حاسس بالخوف. مش خوف من الراجل العجوز العبيط ده، لكن الخوف من القصة اللي حكاها. حسيت ان كل حاجة حواليا بتتكلم. ركبت التريلا ودورت العربية. من كتر ما بفكر في الكلام بتاع عم حسن عملت موسيقى
مع صوت الموتور بتاع العربية، عملته كأنه بيدندن الكلام تاني اللي بيقولوه لي يا عم حسن، كأنه المحرك ده بيكلمني. كملت طريقي، كنت بحاول أركز، بس القصة اللي حكاها الراجل العجوز ده كانت بتجري في دماغي. وفجأة سمعت صوت خبط على الزجاج الأمامي. بصيت بسرعة، شفت شخص غريب لابس طاقية سودا وبيبتسم ابتسامة غريبة وبيشاور على الترع كأنه لازق على الإزاز. اتخضيت ومرة واحدة حسيت إن الدركسيون مش تحت سيطرتي، وإن الشاحنة بتتحرك بسرعة ناحية الترع. وآخر حاجة سمعتها وفاكرها من الموقف ده هو صوت ضحكة عم حسن. كانت آخر حاجة سمعتها قبل ما كل حاجة تسود. وحسيت إن كان في إيد خفية بتشد التريلا ناحية الترع، إيد قوية وباردة زي إيد مايو. غمضت عيني وحسيت بالهوا الساقع بيخبط في وشي، وسمعت صوت صراخ، وده كان صوتي أنا. بعد كده مفيش حاجة، كأن كل حاجة سكتت. فتحت عيني بالعافية، لقيت نفسي تحت المية. كانت المية باردة زي التلج، كنت بحاول أتنفس بس المية كانت بتدخل في صدري وتحرق. كنت بحاول أطلع على السطح بس في إيد خفية كانت بتشدني لتحت. كان في وجوه بتظهر قدامي، وجوه شاحبة عيونها فاضية بتبص عليا. كانت وجوه، كان وش أحمد وسعيد، كانوا بيضحكوا ضحكة خفيفة، ضحكة ميتين. حسيت إني خلاص هموت، بس في لحظة حسيت إن في إيد بتمسك إيدي وبتشدني لفوق. طلعت على السطح واخد نفسي بالعافية. بصيت حواليا لقيت نفسي على الشط بتاع الترع. كنت مخط بالوحل، كان كل جسمي طينة ومبهدل ومطرب. لقيت نفسي بترعش من البرد. بصيت على التريلا، كانت مقلوبة في الترع ومتكسرة كلها. وبصيت على الطريق، مفيش حد، مفيش قهوة، مفيش عم حسن. كل حاجة بتختفي زي ما بيكون ما كانتش موجودة من الأساس. قعدت على الأرض تعبان ومرعوب، ومفيش فيا حل إن أنا أتحرك، وإحساس الإغمى بيجيلي كل شوية. طلعت موبايلي من جيبي، لقيته غرقان بالمية بس كان شغال. بصيت في الشاشة لقيت مكالمة جاية من رقم غريب، والوشوشة كانت بتتحول لكلمات، كلمات مفهومة. كان صوت عم حسن. قلتلك يا ابني الترعة دي ليها أسرار. نفضت ورجعت بصيت على المكان اللي كان فيه القهوة، لقيت شجر قديم وشوية حشيش، مفيش أي أثر للقهوة. أنت مين يا عم حسن؟ أنت مين؟ لقيت صوت بيجيلي، لقيته حد بيقول لي أنا واحد زيك، أنا أحمد. بصيت على إيدي لقيتها بتترعش، بس أنا كنت في القهوة. أنت كنت راجل عجوز في القهوة. أنا اللي كنت عايزك تشوفه، أنا والناس اللي في القهوة كلنا سواقين زينا زيك، كلنا غرقنا في الترعة دي، كلنا تعبنا ومحدش حذرنا، واحنا بنحذر اي سواق معدي من هنا عشان ما يقعش في نفس الغلط اللي وقعت فيه. لقيت صوت احمد كان بيختفي وبتحول لوشوشة من جديد. قمت ووقفت وبصيت على الترعة، كنت عايز اجري بس رجلي كانت مشلولة. حسيت ان في حاجة بتشدني تاني ناحية المية. بصيت على الترعة لقيت وشوش بتطلع من المية، ووشوش احمد وسعيد ابنه وعم حسن، ووشوش تانية معرفوش كانوا بيضحكوا ضحكة باردة كده. كنت بحاول اقاوم بس ما كنتش قادر، جسمي كله كان بيتجمد. ولقيت نفسي فجأة بسمع هدي يا عبده، هدي، هدي يا عبده، هدي. سمعت صوتي من تاني، صوتي اللي سمعته لكم في أول القصة. وحسيت بالبرد وحسيت بالضلمة وحسيت بالترعة وهي بتشدني.